بعيدًا بقى عن كل طرق اللحمة بالبصل التقليدية، هاعرّفكم إزاي تعملوا اللحمة بالبصل والبطاطس في نفس الوقت. أول حاجة في حلة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة وكمية كبيرة قد ما تقدروا من البصل متقطع جوليان. شوحت البصل كويس جدًا لغاية ما يتكرمل ويبقى لونه دهبي. أنا هنا استخدمت كيلو من اللحمة متقطعة مكعبات متوسطة، ضفتها على البصل وابتديت إن أنا أقلِّب فيهم كده مع بعض كويس لغاية لمّا اللحمة كلّها تاخد اللون الرصاصي. التوابل اللي استخدمتها كانت ملح وفلفل أسود وتوابل مشكّلة أو ال7 بهارات أو ال11 بهار. قلّبت كل التوابل مع اللحمة والبصل وضِفت عليها نُص كوباية من المَيّة، وهنا بقى هدّيت النار خلّيتها متوسطة وغطّيتها وخلّيتها على نار هادية لمدة تقريبًا نُص ساعة، لغاية ما اللحمة تبقى 3/4 سِوَى. بعد كده رجعت تاني قلّبتهم مع بعض، ولمّا اتأكدت إن اللحمة خلاص قرّبت تستوي، ضِفت عليهم بقى 2 عدد بطاطس كبيرة متقطّعة مكعبات. المكعبات مش كبيرة ومش صغيّرة، خلّوها كده حجم وسط، غطّوها بقى على نار هادية لمدة تقريبًا برضه نُص ساعة لغاية لمّا البطاطس كمان تستوي تمامًا. وممكن هنا تقدّموها بالشكل ده، لكن بقى حركة اختيارية بس بتدّي طعم خطير، وهي إنّكم تحطّوها كلّها في صينية وتدخّلوها على الشبكة بس تحت الشواية، تاخد بس لون كده حلو من على الوش، وهتبقى أحلى كباب حلة بالبطاطس. قدّموها مع رز أبيض أو رز بشعرية وenjoy.